Confirmed. Ponytail. This is not Ben Harris. These are not our helicopters! We're calling hostile! Kill him! Chai. فيلمنا بيبدأ بأوكرانيا وبنشوف قدامنا مجموعة من العلماء في معمل، بس فجأة بتدخل مجموعة إرهابيين المكان وبيقتلوا كل الحراس واحد ورا التاني. بعدها بيقتلوا العلماء وبيسرقوا سلاح ذكاء اصطناعي خطير جدا الحكومة كانت عاملاه عشان يساعدها، بس دلوقتي السلاح ده وقع في إيد الإرهابيين وبقى خطر على الكل. بنروح لعميل اسمه ناثان الحكومة البريطانية لسه مكلماه عشان المهمة دي. ناثان بيقابل راجل اسمه نايتن وبيحكي له القصة كلها وبيقول له إن الإرهابيين سرقوا السلاح ومهمتهم دلوقتي إنهم يرجعوا السلاح ده بأي تمن قبل ما يحصل كارثة. في الأول ناثان بيرفض، بس نايتن بيفهمه إن السلاح ده خطير جدا ولو اتباع لمجرم الدنيا هتخرب. ناثان بيوافق بس عنده شرط واحد، إنه هو اللي يختار الفريق وهيدي المهمة لأورسن فورتشن. نايتن بيعترض وبيقول إن أورسن بيطلب فلوس كتير جدا وهو أصلا مجرم وبيخرب أي مكان يروحه، بس ناثان بيصر وبيقول إن مفيش حد يقدر يعمل الشغلانة دي غير أورسن. نايتن بيوافق في الآخر وناثان بيمشي عشان يروح يقابل أورسن اللي موجود في أفريقيا. أول ما أورسن بيدخل بيته بيلاقي ناثان قاعد مستنيه جوه، وده طبعا مش بيبسطه خالص. أورسن بيسأله أنت بتعمل إيه هنا؟ فناثان بيقول له عندي ليك شغلانة، بس أورسن بيقول له أنا في أجازة ومش بشتغل. ناثان بيبدأ يغريه بالفلوس اللي هياخدها وبيشرح له إن العالم كله في خطر لو السلاح ده مرجعش. بيقول له لو ما عملتش الشغلانة دي ورجعت بالجهاز بسرعة الدنيا كلها هتكون في خطر كبير. بعد ما بيسمع الكلام ده أورسن بيوافق، وتاني يوم بيسافروا على مدريد عشان يبدأوا المهمة. أول ما أورسن بينزل من الطيارة بيلاقي عاملين كمان مستنيينهم وهم سارة وجي جي ديفيس. سارة هاكر شاطرة جدا وجي جي قناص خطير، وناثان عايزهم يشتغلوا مع أورسن. أورسن ما بيحبش سارة وفي الأول بيفضلوا يتريقوا على بعض، بس في الآخر بيوافقوا يشتغلوا سوا. بيعرفوا إن هدفهم الأول راجل اسمه دونالد هيوصل المطار النهاردة ومعاه هارد ديسك عليه معلومات السلاح. أورسن وجي جي بيوصلوا المطار وسارة بتتابعهم من البيت وبتهكر الكاميرات عشان تساعدهم. بيشوفوا دونالد ومعاه بنات من فريق أورسن ماشيين وراه بيراقبوه. فجأة بيكتشفوا إن في فريق تاني موجود ومحتاجين الهارد ديسك وهم كمان ماشيين ورا دونالد. الفريق التاني بيخدر فريق أورسن والبنات بيقعوا من غير ما حد يحس بيهم. سارة بتكتشف الموضوع ده وبتبلغ أورسن لأنهم كانوا مغيرين لقطات الكاميرا عشان محدش يشوفهم، بس دلوقتي سارة بتقدر تشوف كل حاجة وبتحذرهم. أورسن بيفهم إن رجالة مايك وصلوا هنا وإن جون شغال مع مايك والاتنين عايزين الهارد ديسك. سارة بتقوله إن في شخص جايين وراك، فأورسن بيستعد وبيضربهم وبيخدرهم بالصاعق الكهربائي. في الوقت ده رجالة مايك بيكونوا خرجوا مع دونالد، فأورسن وجي جي بيلحقوهم وبيضربوهم واحد ورا التاني. لما بيقضوا على كل الرجالة بيركبوا دونالد العربية وبيحاولوا يهربوا، بس فجأة بيجيله أزمة قلبية. دونالد بيبدأ يلفظ أنفاسه الأخيرة وبيشوفوا عربيات مايك بتطاردهم، فبيقول لهم إنه ما عملش ده بمزاجه. دونالد بيعترف إنهم خطفوا مراته وعشان كده هو بيعمل الكلام ده، بس عارف إنه مش هيعيش. بيطلب من ناثان ياخد مكانه ويتعامل بالهارد ديسك عشان ينقذ مراته، وبياخد منه وعد بده. مايك بيوصل في اللحظة دي ورجالته بيوقفوا العربية وبيبدأوا يقطعوا الباب بالمنشار. في الوقت ده دونالد بيموت ومايك بيقطع الباب وبيدخل ياخد الهارد ديسك ويمشي. سارة بتطمنهم وبتقول لهم مفيش داعي للقلق لأنها نسخت الهارد ديسك، بس عليه باسورد صعب جدا. مايك بيهرب من المكان ودلوقتي قدامهم طريق واحد بس، وهو إن ناثان يروح للمشتري بصفته دونالد. لازم يعملوا كده عشان يعرفوا مين المشتري الحقيقي، وناثان بينفذ الخطة وبيوصل للمشترين. بيقعد على الترابيزة بس ما بيتكلمش ولا كلمة لأن لوحيته ضعيفة وممكن تكشفه. المشتري بيوصل وبيبدأ ياخد الهارد ديسك، بس سارة بتعمل مسح لوشه وبتعرف هويته. بتكتشف إنه اسمه بن هاريس وبيشتغل محامي لملياردير اسمه غريغ سيمونز بيتاجر بالأسلحة. سارة بتجيب كل تفاصيل غريغ وبتعرف إنه مهووس بالمشاهير وأكبر معجب بالممثل داني فرانشيسكا. بتجيلهم فكرة إنهم عشان يوصلوا لغريغ لازم يضموا داني للفريق بتاعهم. الفريق بيسافر أمريكا وبنشوف داني بيصور فيلم، وأول ما بيركب طيارته بيلاقي أورسن مستنيه. أورسن بيقول لكل الناس إنه مدير أعمال داني الجديد، وبيدخل يتكلم معاه ويطلب مساعدته في عمل خيري. بيقول له عايزين ننقذ العالم، بس داني بيرفض وبيقول له انزل من طيارتي فورا. أورسن بيطلع فيديو فضيحة لداني مع مرات أخوه وبيقول له إحنا معانا الفيديو ده. بيهددوا إنهم هينشروا الخبر في العالم كله وسمعته هتنتهي في لحظة لو ما سمعش الكلام. داني بيخاف وبيوافق يشتغل معاهم، وتاني يوم بيسافروا ويبدأوا الخطة.
أول حاجة بيعملوها بيوصلوا ليخت جريج، وأول ما جريج بيشوف داني بيفرح جدا وبيستقبله بحب. بيلاحظوا راجل معاه ميكروفون وبيفهموا إن مايك كمان موجود هنا وشاكك فيهم وعايز معلومات. الفريق بيتقسم وسارة بتنزل تزرع أجهزة تنصت في الغرف عشان يسمعوا كل كلامهم بسهولة. في الناحية التانية أورسون بيقوم بالواجب مع الراجل اللي معاه الميكروفون وبيحط عليه جامد. سارة بتوصل لها إشارة إنها تقدر تمشي، فبتخرج وترجع لداني فوق. جريج بيعزم داني وسارة على فيلته في تركيا عشان يوري داني أسلوب حياته، وهم بيوافقوا طبعا. كل ما يقضوا وقت أطول مع جريج كل ما هيقربوا أكتر من سلاح الذكاء الاصطناعي. شركاء جريج بيوصلوا وبيبدأوا يتصابروا مع داني، وجريج بيروح لسارة وبيحاول يغريها تشتغل معاه. بيقول لها انت ما تعرفيش أنا ممكن أخليكي غنية إزاي. بس أورسون بيجي وبياخدهم ويمشوا. جريج بيروح يتكلم مع شركائه في نفس الأوضة اللي فيها الميكروفون، وناثان بيسمعهم. بيعرفوا من كلامهم إن صفقة السلاح هتتم قريب مقابل 10 مليار دولار. بس بيكتشفوا إن جريج معهوش السلاح، وهو مجرد وسيط بيعمل الصفقة بس ما بيقولش اسم المشتري. فريق أورسون لسه مش عارف مين اللي هيشتري، فأورسون بيعمل خطة لليل. بيقرر يروح بيت شريك جريج ويسرق البيانات عشان يعرفوا مين المشتري. بالليل أورسون بيدخل بيته وبيرش غاز منوم في كل مكان، والكل بيغمى عليه واحد ورا التاني. أورسون بيدخل بسهولة وبيفتح خزانة شريك جريج وبينسخ كل البيانات بمساعدة سارة، وهو خارج بيسرق الفلوس والمجوهرات عشان يبان إنها مجرد سرقة عادية. فجأة بيلاقي 2 حراس لسه فايقين، فبيبدأ يمثل إنه بيعيط زي الأطفال عشان يخدعهم. أول ما بيقربوا منه بيضربهم علقة موت، وسارة بتوصل وبياخدوا بعض ويرجعوا البيت. الصبح بيفحصوا البيانات وما بيلاقوش أي حاجة مفيدة، وجريج ما لمسش أي حاجة. سارة بتسمع التسجيلات وبتلاقي مكالمة من واحد اسمه قاسم لجريج بيحكي له عن السرقة. بيقول له إن راجل واحد ضرب الحراس بتوعه لوحده، والكل بيتعصب على أورسون إنه كشف نفسه. سارة بتجيب معلومات عن قاسم وبتعرف إنه ضابط تركي جريج بيقابله كل يوم لصفقات مشبوهة. نيثان بيقول لهم دي فرصتنا ولازم تروحوا تركيا وتراقبوا جريج لما يقابل قاسم عشان تعرفوا المشتري. داني وسارة بيروحوا لجريج اللي بياخدهم الفيلا وبيوريهم مجموعة عربياته القديمة والنادرة. داني بينبهر لأن عربيته المفضلة موجودة، وجريج بيهديه العربية وبيقول له دي بتاعتك من دلوقتي. داني بيفرح جدا وبيطلع يجرب العربية، وسارة بتلف في البيت عشان توصل لكمبيوتر جريج. حارسة جريج اللي اسمها إيميليا بتطلع لسارة، وبتضطر سارة ترجع مكانها، بس بتفضل مشغولة بالمهمة. بنشوف أورسون وجي جي بيراقبوا قاسم وبيلاحظوا إن مايك كمان موجود وبيراقب نفس الشخص. سارة بتهكر كمبيوتر جريج وبتعرف إنه اشترى سلاح واحد بس من السرقة، ومش هو المشتري الأساسي. نيثان كان شاكك في جريج، بس دلوقتي اتأكد إنه مش بيشتري سلاح الذكاء الاصطناعي. بيقرروا يسيبوا جريج ويركزوا على باقي الخيوط، وأورسون بيتابع قاسم. سارة بتقول لأورسون وقف مراقبة، بس هو عنيد ولسه شاكك في جريج. أورسون بيشوف بن هاريس وبيقرر يراقبه، بس بعد شوية بن بيكتشف إنه متراقب. بن بيبلغ جريج فوراً، وجريج بيبعت له مساعدة، وحراس بن بيحاولوا يوقفوا أورسون. أورسون بيضربهم واحد ورا التاني، وجي جي بيبعت له اللوكيشن عشان يكمل مطاردة. بن بيكتشف إنه تليفونه متراقب، فبيطلع فوق مبنى وبيدي تليفونه لواحد تاني عشان يضلل أورسون. أورسون بيوصل وبيكتشف الخدعة لما بيلاقي الراجل رمى التليفون من فوق. بن بيحاول يرمي أورسون من المبنى، بس أورسون كان جاهز وبيرمي بن هو اللي بيقع وبيموت. جي جي بياخد الجثة بسرعة وبيمشوا، وبيبلغوا نيثان إن بن مات وإن الصفقة كانت هتتم عن طريقه. المشكلة إنهم قتلوا بن، بس الخبر الحلو إن محدش يعرف شكل بن هاريس، والتعامل كان بالتليفون. عشان كده أورسون هو اللي هيروح للمشتري بصفته بن هاريس ويجيب السلاح. سارة بتظبط تكنولوجيا عشان تغير صوت أورسون لصوت بن لو حد كلمه في التليفون. أورسون بياخد الهارد ديسك وبيروح مكان التسليم، ومحدش عارف باللي حصل. جريج ما يعرفش إن بن مات، وأورسون بيوصل للمكان وجي جي بيراقبه من بعيد عشان يحميه. المشتري بيوصل واسمه ساري، وبيفتح الشنطة اللي فيها الهارد ديسك. عشان يتمم الصفقة بيطلب كود من 15 رقم، والكود ده مع جريج بس. أورسون بيكلم جريج وسارة بتغير صوته، فجريج بيفكر إنه بيكلم بن وبيديه الكود بسرعة. أمن جريج بيكتشف الاختراق وبيبدأ يشك، بس الصفقة بتتم وتحويل $10 مليون بيحصل.
ساري أو الحارس بيتعرف على أورسون لأنه شافه قبل كده بالليل وبيفهموا إنه مش بن. بيبدأوا يهاجموا أورسون بس جي بيبدأ يقنص رجالهم وأورسون بيخلص عليهم. سارة بتلغي التحويل وبتهرب وأورسون بيجري للعربية بس طيارة هليكوبتر بتظهر وبتقتل كل الناس. أورسون بيفهم مين في الطيارة وبيقول لهم أنا عارف إنكم شغالين مع مايك. مايك بينزل وبياخد السلاح وبيقتل ساري ورجاله وبيؤمر فريقه يقتلوا أورسون كمان. جي بيتدخل في الوقت المناسب وبيقتل رجال مايك وبينقذ حياة أورسون. في الناحية التانية جريش بيكتشف الحقيقة وبيبعت رجاله ورا داني وسارة عشان ينتقم. سارة بتضرب نار عليهم وبتدمر عربياتهم وجي وأورسون بييجوا بالطيارة ينقذوهم. بيفجروا النفق وراهم عشان يقطعوا الطريق على رجالة جريج وبيهربوا كلهم بسلام. نيثان بيقول لهم إن مايك مش شغال مع أي حكومة وإنه ناوي على شر والسلاح معاه. أورسون بيشغل دماغه وبيقول إن الشخص الوحيد اللي يقدر يوصلهم لمايك هو جريج. بيقرروا يتفاوضوا مع جريج بالأدلة اللي معاه عليه والكل بيستغرب بس أورسون بيصمم. بيوصلوا لجريج وأورسون بيبتزوا بالأدلة اللي هتوديه في داهية مع كل الحكومات. بيقول له لو عايزني ما سربش الأدلة دي لازم تروح لمايك وتعرف مكان الصفقة فين. جريج بيرفض في الأول بس داني بيدخل وبيقنعه فبيوافق وبيعرف مكان الصفقة. جريج بياخد داني وبيروحوا المكان مايك وفي نفس الوقت جي وأورسون بيتسللوا للمكان. سارة بتراقب الأنظمة وبتوجههم وجريج وداني بيشوفوا المشتريين اللي هم ترينت وأرنولد. المشتريين دول كانوا بيشتغلوا مع جريج ودلوقتي بيشتروا السلاح عشان يسيطروا على العالم بالذهب. عايزين يدمروا العملات عشان الذهب هو اللي يبقى الأساس وهم معاهم أكبر كمية ذهب. أورسون بيخلص على الحراس بره وبيدخل المبنى يكمل على الباقيين عشان يوصل لمايك. جريج بيقول كلام بيخلي المشتريين ومايك يشكوا في بعض وبتبدأ مجزرة بينهم. الكل بيضرب نار على بعض وأورسون بيوصل لغرفة الصفقة وبيلاقي الكل ميت. بياخد السلاح بس مايك بيطلع له وهو لسه عايش وبتحصل بينهم خناقة. أورسون بيضرب مايك وبيقضي عليه وبيخرج يقابل سارة وجي بره. تاني يوم بيسافروا قطر وبيقابلوا نيثان وبيدوه السلاح ونيثان بيعرض عليهم مهمة جديدة. أورسون بيرفض وبيقول له أنا رايح أجازة تاني ومحدش يزعجني وبيمشي ويسيبه يزعق. وبكده نكون وصلنا لنهاية فيلمنا النهاردة. لو عجبكم الفيديو اعملوا لايك وشير واشتركوا في القناة وشكرا ليكم.